نبدأ منها باور بك كمن إيرو بسري خاك شفدتشم بخا رشد بمصار شفدتشم بخا رشد بمصار من وافين بالتناس كي من تدفي تتشدفي كابي جمن يو كابي جلي من تدفي دفي دفي تتشدفي Jamen oy kabejali kabejali مرحبا بكم متابعينا في حلقة جديدة من برنامج المجتمع جيفاك. موضوع حلقة اليوم سيكون عن العنف المنزلي ضد الأطفال. قبل أن نبدأ البرنامج نتابع هذا التقرير ونعود. في حالات العنف المنزلي وخصوصا اعتداء الزوج على الزوجة، فإن الأولاد غالبا ما يشهدون هذه الحالات كالضرب والاعتداء الجسدي واللفظي، ويسمعون التهديدات، كما أنهم يلاحظون الآثار التي تلي الاعتداء كالجروح والإصابات وغيرها من الأعراض المدمرة. ويمكن أن يعاني الأطفال الذين يكونون حاضرين أثناء العنف المنزلي من قدر كبير من الأعراض الجسدية جنباً إلى جنب مع حالة اليأس العاطفية والسلوكية. قد يشتكي هؤلاء الأطفال من آلام عامة كالصداع وآلام في المعدة، وقد يعانون من مشاكل في التبول. وبحسب الإحصائيات يتعرض ما يصل إلى 275 مليون طفل للعنف في المنزل في جميع أنحاء العالم. كيف يؤثر العنف الأسري على عالم الأطفال؟ ما نوع العلاقة التي يحتاجها الأطفال في سنواتهم الأولى؟ هل للعنف الأسري أثر على حياة الأطفال ونموهم؟ ما أهمية إنهاء العنف المنزلي في البيت؟ نرحب بكم مجددا متابعينا. جميع هذه الأسئلة والاستفسارات سنناقشها اليوم في برنامج المجتمع جيفاك مع ضيفتي الأستاذة جيهان رشيد، مديرة منظمة نودم والمختصة في التأهيل التربوي. أهلا وسهلا بك أستاذة جيهان. أهلا وسهلا، شكرا. أستاذة جيهان، سؤالنا في البداية: إلى أي درجة يؤثر تعرض المرأة للإجهاد والعنف أثناء الحمل على صحة الجنين؟ بداية شكرا على الفرصة لنحكي عن جانب مهم هو الأطفال. فالعنف هو بشكل عام نقدر نعرفه أنه هو سلوك مؤذي تجاه شخص آخر، سواء كان من ناحية المرأة أو الطفل أو أي حدا في المجتمع. هو سلوك مؤذي غير مرغوب فيه. فإنه مثل ما بنعرف أنه العنف
سلوك غير سوي له تأثيرات سلبية على المجتمع بشكل عام. كمان بنلاحظ انه اكثر حدا يعنف هن الاطفال والنساء بشكل عام. فالاطفال طبعا العنف رح نحكي عن العنف اللي تتعرض له المرأة اثناء فترة الحمل، كمان بيكون له تأثيرات سلبية على المرأة بشكل خاص، كمان على المجتمع، على الأطفال بشكل عام. هلا العنف على المرأة الحامل كمان بيأثر على نفسيتها، على صحتها النفسية والجسدية. كمان في عنف سواء كان العنف لفظي، جسدي، عاطفي، بدني، فينا نقول كمان انه إلى آثار، فبالتالي بيأثر على صحة الجنين. كمان الجنين بيتأثر بهذا العنف، سواء كان العنف الجسدي على بدن المرأة وهي حامل، فبيأثر على نمو الجنين، بيأثر على الجنين، على صحته الجسدية والبدنية والعقلية حتى، أو بيؤدي للإجهاض أو بيؤدي للولادة المبكرة. لهيك العنف سلوك غير مرغوب فيه، سلوك غير سوي، بيأثر على الأم وعلى الجنين بشكل عام. يعني إذن أي عنف تتعرض له الأم يتعرض له الجنين بالتالي. أستاذة جيهان، مثلا هل سيولد الطفل مصابا بالتوتر والقلق؟ هلا اكيد انه مثلا العنف بشكل عام له تاثيرات سلبيه، فبالتاكيد الام تتاثر، فالجنين كمان رح يتاثر. سواء مثل ما حكيت انه العنف البدني هو اكيد رح يؤدي للاجهاض، اكيد رح يؤدي لتشوهات خلقيه للطفل، فاكيد رح ياثر على الجنين، تصل الى حد التشوه، تصل لحد التشوهات نتيجه الضرب او الركل او الى ما هنالك. الايذاء الجسدي او العنف الجسدي سواء اللفظي بيأثر على نفسيه المراه، بالتالي بيأثر وضع المرأة على وضع الجنين، فبيخلق تشوهات خلقية، وكمان مع مرور الوقت تشوهات نفسية للصحة النفسية والبدنية للطفل وحتى للأم. فبيؤدي العنف الجسدي خاصة للإجهاض، طبعا للإجهاض، لعدم القدرة على متابعة الحياة بشكل طبيعي. المرأة أضرار نفسية جسدية كمان، إنه يعني بتأثر عليها مع الوقت مع تكرار العنف. طبعا في حالات إنه العنف يكرر لفترات، فكمان بيرجع بيأثر ليستمر، وكمان بتعاني من آثارها على مدى طويل، سنوات طويلة، وحتى العلاج ما راح يفيد بهالفترة أو حتى تنتكس بفترات العلاج. هنا نريد أن نسأل: ما نوع العلاقة المنزلية التي يحتاجها الأطفال في سنواتهم الأولى؟ علاقة مثالية كيف؟ يعني ما هي العلاقة؟ العلاقة طبعا العلاقة السوية بين أي عائلة، بين الأسرة بشكل عام، أفراد الأسرة بشكل عام، هو إنه أقل شيء تكون علاقة سليمة، تكون أب وأم، العائلة تكون متكاملة، ما في طلاق، ما في عنف، ما في يعني سواء كان العنف في الواقع من الأسرة، من الأب للأم أو الأم للأطفال أو الأطفال بين بعض. نعم. فطبعا العائلة يعني أبسط شيء يكون في نوع من التآلف، نوع من الحنان، من العطف بين أفراد العائلة، حتى يقدروا يتجاوزوا، أو حتى نقدر نقول إنه نوع من السوية بالعائلة، العلاقات السوية بين العائلة ككل. هل للعنف الأسري أثر على بنية الأطفال ونموهم الجسدي، صحتهم الجسدية؟ أكيد العنف سلوك مؤذي غير سوي بيتعرض له كل فئات المجتمع. فالفئة المستضعفة هي الطفل والنساء، أكثر حدا بيتعرضوا للعنف، لأنهم مو قادرين لا يدافعوا عن حالهم ولا عندهم المقدرة أو كيفية التجاوز أو عدم إلحاق الضرر بأنفسهم والدفاع عن نفسهم. فهالفئة كمان تتعرض للعنف، وأكيد له آثار سلبية على المدى الطويل على الطفل والأم. فالطفل طبعا السنوات الخمس الأولى من حياة الطفل هي اللي بتكون شخصية الطفل. حتى علماء النفس إنه هالفترة كتير الطفل عم يتلقى ويكتسب مهارات، مشاعر، عواطف، الذاكرة. بيستقبل كميات كبيرة من العواطف والمشاعر، سواء كانت سلبية وإيجابية. بالتالي هل
المستقبلات أو المؤثرات اللي بيستقبلها بتأثر على مدار حياته، فبتظهر وقت النضوج، وقت البلوغ، وقت المراهقة، على المدى البعيد. على المدى البعيد. ففي بعض المشكلات إنه مثلا اللي بيتعرض للطفل حسب تجربة الطفل، حسب نمو الطفل هذا، حسب الجو العائلي اللي هو عايش فيه، يعني بيختلف. حتى استجابة الطفل للعنف بيختلف من طفل لآخر حسب البنية، حسب بيئة العائلة، التنشئة الاجتماعية اللي تلقاها. فبالتالي بنلاقي أطفال عندهم أعراض أخف من أطفال تانيين، إنه اللي عايشين بجو من العنف، بجو من التوتر، بجو من عدم السوية والتكيف، فبنلاقيهم أكثر عرضة من أطفال تانيين. وحسب كمان تكرار العنف أو استدامة العنف، فبنلاقي أطفال عندهم نقدر نقول استعداد أكثر ليدافعوا عن حالهم أو ما يتأثروا بهذا العنف، يقدروا يتجاوزوا هالمرحلة. برأيك أستاذة جيهان، هل يمكن أن تستمر الآثار النفسية على الأطفال في المستقبل؟ بمعنى هل سيصابون بأمراض نفسية مستقبلا؟ أكيد. الشخص أو الطفل اللي بيعيش بجو عائلي أو أسري غير آمن، فراح يتأثر نفسيته. أكيد ما راح يكون إنسان سوي، بيكون عنده مشاكل صحية نفسية، حتى بيتطور إذا ما لقى العلاج المناسب أو التدخل المناسب أو الدعم المناسب من سواء من الأهل أو من المحيط اللي هو عايش فيه. فراح تستمر المشكلات اللي بيعاني من اللي عانى منها من العنف، فراح يكون على المدى البعيد له تأثير على نموه الجسدي والبدني والعقلي. فأحيانا بيتطور معه من دون تدخل أو العلاج اللازم، فبتأثر على صحته العقلية كمان، فبيحتاج لتدخل الأطباء حتى يحاولوا يعالجوا هالمشكلة اللي عند الطفل. كنت أود أن أسألك أستاذة جيهان، كونك مديرة منظمة خاصة بالأطفال طبعا، هل لديكم حملات توعية للأمهات للأطفال من أجل هذه النقطة؟ هلا نحن مو بس اختصاصنا أطفال وبالغين. فالمنظمة ضمن أهداف المنظمة هو تدريب تأهيل العائلات، نشر الوعي حول فئة ذوي الإعاقة وحول المشاكل اللي بيعانيها الأطفال، سواء كان من ناحية العنف أو أي ناحية تانية، ونشر الوعي حول هالفئة وحول المشاكل اللي بيعانوها. فأكيد نشر الوعي في المجتمع. هلا عندنا ثقافة إنه عدم قبول الصحة النفسية. عندنا إذا إنسان عانى شوي من اضطرابات نفسية نوعا ما، بيكون لازمه شوية نصائح، إرشادات اجتماعية. فما بنلاقي هذا الوعي لحتى حدا يروح مثلا لمختص أو ولنفرض مرشد اجتماعي أو أخصائي اجتماعي حتى يشوف شو وضعه مثلا. فعدم تقبل المجتمع، ثقافة إنه نحاول نسأل عن الوضع الاجتماعي أو النفسي لطفل كان أو لامرأة أو لرجل أيا كان، فما عندنا هالثقافة من ناحية الصحة النفسية الاجتماعية عنا بالمجتمع. فبنلاقي صعوبة بتقبل إنه تنصحي حدا إنه يراجع مختص حتى يسأل عن يمكن مشكلة سببت له أزمة عارضة أو شيء آني مثلا بده علاج، فما بنلاقي هالثقافة عنا. هذه الثقافة باتت شيئا ضروريا الآن بهذه المرحلة. حسنا، لو نتعرف على أهم تلك الأمراض وضرورة معالجتها. هلا العنف بيخلق أزمات نفسية عقلية مثل ما خبرتك عن للأطفال لدى الشريحة المجتمعية بكاملها. الأمراض اللي بيعانيها القلق، الخوف، عدم الثقة، عدم التواصل مع المجتمع، عدم التواصل مع البيئة المحيطة فيه، سواء كان الحي، بالمدرسة، سواء بين الأسرة، بين العائلة ككل. يصبح شخص منطوي انعزالي، ما بيتكيف مع المحيط اللي هو عايش فيه. كمان بيلاقي مثلا دائما بيكون شخص ما عنده قابلية للإقدام، ما عنده دافعية للعمل،
ما عنده بيكون متراجع دراسيا، عدم ثقته بحاله باللي حواليه سواء كان المتمثل بالأب أو الأم، خاصة الشخص اللي عم يعنفه. فمنلاقي إنه هذا الإنسان بيتراجع دراسيا، بيتراجع نفسيته، بيتراجع مثلا التبول اللا إرادي بيصير معه تماما. بيصير عنده عدم ثقة، توترات، اضطرابات نفسية، اضطرابات سلوكية، قلق. الخوف، القلق، الخوف من المستقبل. فكل هالاضطرابات هي بتكون آنية، يعني قابلة للعلاج إذا تدخل مختص أو حتى بين العائلة فينا نهيئ له الجو حتى يقدر يتجاوز هالمرحلة. فإنه إذا ما يعني عالجنا هالحالة راح نبلش من العائلة، ما راح نحكي عن معالج المختص الاجتماعي أو النفسي. فمن إذا ما لاقى الدعم اللازم والمساندة لحتى يتجاوز هالمرحلة، فرح تستمر معه مدى حياته، مدى طويل. هنا أود أن أسأل عن نشوء جيل كامل من أطفال سوريا في ظل الحرب المدمرة، وهم يشهدون كل أنواع العنف المنزلي والخارجي والصراع. أين وصلت الدراسات حول الطفل السوري والعنف الممارس عليه منذ سنوات؟ هلا طبعا النزاعات والحروب هي أكثر شيء بيمارس العنف ضد الأطفال والنساء. كما مثل ما خبرتك، هي الفئة الضعيفة اللي مو قادرة تدافع عن حالها. فبالتالي إنه هالنزاعات والحروب اللي عنا من 11 سنة تقريبا أثرت بشكل كتير سلبي على حياة هدول الأطفال، لأنه هاجروا، صار في نزوح، صار في هجرة، صار في هجرة من الريف للمدينة، حتى من المدينة للريف لا عم يتجهوا لا أماكن بيكون فيها أكثر أمن حتى يقدروا يعيشوا مثلا أو يلاقوا حياة جديدة حتى يقدروا يتأقلموا. فمنلاقي إنه ما عندهم حتى تأقلم، بيعانوا من التسرب من المدارس، بيعانوا من الأمية طبعا، من الجهل، من الفقر، لعدم توفر مثلا المستلزمات البيئة المناسبة لا، حتى ما يعني البيئة المحيطة ما بتكون مناسبة لهم، حتى بيكون عادات المنطقة اللي انتقلوا منها أو هاجروا أو بغض النظر عن أي مكان، إن حتى عاداتهم وتقاليدهم ما بتناسبهم، بيغيروا، فبيتغير عليهم الجو. كمان المشاكل اللي بيعانيها نتيجة النزاعات والحروب فبتأثر على نفسيتهم. بالتالي هلا في ظاهرة عنا كتير منتشرة بالقامشلي، هو بكل المناطق بس على اعتبار انه نحن كمان بالقامشلي، فبتلاقي ظاهرة نبش القمامة، أطفال القمامة، يعني البحث عن لقمة العيش. هلا بتلاقي حتى النساء والأطفال، يعني العائلة كاملة بتطلع بتنبش بهالزبالة. هلا المصيبة انه اذا ما كان في حل ضبط هالظاهرة هي مصيبة. اولا بيصير بالتلوث بالبيئي، البلديات ما عم تلحق تنظف، يعني حتى الانسان السكانية كذلك اصبحت كبيرة في كمان انه اغلب اللي عم ينبشوا القمامات هن من النازحين، المناطق المحافظات اللي فيها ما فيها امان انتقلوا. فمنلاقيهم عدم توافر مثلا المورد معيشي او نوعا ما، او وفاة الاب او الام او الى ما هنالك من اسباب اللي خلتهم ينبشوا هالزبالة حتى يقدروا يعيشوا، يأمنوا لقمة عيشهم. إذن الأطفال ضحية وضرر بجميع الأحوال، يلحقهم الضرر. ما الفرق بين الصحة النفسية للطفل العادي والطفل المتعرض للعنف المنزلي برأيك؟ هلا بنلاقي إنه الطفل اللي متعرض للعنف أكيد بيكون نفسيته أبدا ما إنسان سوي من الناحية النفسية، عنده اضطرابات في السلوك، عنده اضطرابات بالصحة النفسية، عنده انعزالي، كمان بيتراجع بدراسته، يعني ما راح يكون عنده مجال للإقدام للدافعية، ما بيكون عنده حافز حتى يدرس.
اما الطفل اللي بيعيش مثلا بعيد عن العنف مع عائله سويه قادره انه نوعا ما راح يلاقي الامان، راح يلاقي انه حتى بدراسته بيكون مجتهد نوعا ما، بيلاقي الامان، بيلاقي انه حتى المدارس بيلتحق بالمدرسه، فبينشئ مثلا من هذول الاطفال اللي حتى اطفال القمامه، حتى اطفال المتعرضين للعنف ضد بالاسره، لخلق جيل غير سوي، جيل يمكن اتكالي، ما عنده لا خبرات ولا مهارات، يعني بشكل عام ما راح يكون طفل سوي او للبلوغ او حتى مرحلة النضج أو الاعتماد على الذات. فمنلاقي هذا الطفل أكيد بيكون عنده مشكلات، ما بيعتمد على ذاته، بيكون عنده مشكلات واضطرابات بيعاني منها. والأسرة هي الأساس في النهاية. طبعا الأسرة لها دور كتير كبير، إنه يعني قدر الإمكان الأسرة تقدر تأمن ولو جزء بسيط، قدر الإمكانات إنه تقدر تأمن الأمن، الحماية للطفلة، أبسط شيء التعليم، تأمن له التعليم ولو بأقل شيء بأبسط المقومات، إنه حتى يعني الطفل هذا يقدر إنه شيء من حقوقه هو التعليم. كيف يمكن أن يتفاعل بعض الأطفال مع تعرضهم واكتشافهم للعنف في المنزل، وهل ستكون ردود أفعالهم جميعا بنفس الطريقة؟ هلا مثلا اكتشاف العنف انه يعنف هذا الطفل، كيفما كان فهو معنف، هو معنف، انه منه اكتشاف مثلا، بس انه الطفل اللي حسب شخصيته مثلا، في اطفال عندها قابليه انه تقدر تدافع عن حالها، تقدر تواجه مثلا، يواجهوا الاهل، يواجهوا المشكله حسب انه يمكن بيكون شيء عرضي، فهذا الطفل يقدر يتجاوز مرحله العنف نوعا ما مع مساعده. طبعا اكيد ما راح تكون الاسره كلها عم تعنفه، اكيد بيكون تعنيف من قبل الام او الاب او الاخوات بين بعض، فاكيد راح يلاقي حدا من العائله هو يساعده. فكمان العنف هذا، عفوا الطفل المعنف حسب شخصيته، حسب تكرار العنف، حسب نوع العنف، فاكيد راح يختلف من طفل لطفل، من قدره الطفل هذا ليقدر يتجاوز العنف. كل طفل يختلف عن طفل. ما أهمية إنهاء العنف المنزلي في البيت أستاذة جيهان باختصار؟ هو إنهاء العنف في المنزل أكيد له فائدة، راح نقول انه راح نلاقي الامان بهالاسره، المجتمع راح يكون مجتمع امن، مجتمع سوي قادر على احتواء هالافراد. اكيد الاطفال اللي بيتعرضوا للعنف، هلا اذا طفل متعرض للعنف او الام او الاب ولنفرض، ما راح تكون عائلة سوية إذا هذا العنف ما أخذ حيز من الحل مشكلة العنف هذا. فأكيد راح تكون العائلة عائلة متكاملة، عائلة فيها أمان، عائلة فيها حب وتعاطف بين الأفراد. المشكلة حل ظاهرة العنف عائلة هي انه الشخص اللي بيعنف اذا تعالج هذا الشخص، مثلا هو اللي بيعنف، الاب عصبي او الام عصبيه بتعنف، او الى ما هنالك الخلافات الزوجيه بين الاب والام بتاثر على الاطفال، حتى لو ما هو بالضرب مثلا، بيجوز بيتعرضوا للعنف نتيجه خلاف بين الاهل. فاذا هالخلاف او الشخص اللي عم بيعنف هو ضبط حاله، قدر يعالج حاله من العصبيه او العنف الواقع اللي عم يوقعوا على الاطفال او الام، فبالتاكيد العنف راح تنحل هالمشكله اللي عند العائله ككل، سواء من ناحيه الصحه النفسيه او البيئه المحيطه بالام والاطفال. اخيرا استاذه جيهان، ما هي النصائح والإرشادات التي نستطيع أن نقدمها للأهالي عبر حلقتنا للحد من مشكلة العنف المنزلي للأطفال؟ هلا مشكلة العنف أكيد ما راح تنحل من جذوره، بس أكيد في حلول نقدر نخفف من حدة العنف شوي. هو فتح مراكز خاصة
ما رح نقول إصلاحية بقدر ما تكون تأهيلية، تنمية مواهب الأطفال، يكون في صلة وصل بين الأهل والمراكز الاختصاصية إذا طفل بيعاني من صعوبة ما أو من اضطرابات ما، فبيكون في صلة وصل بين الأهالي والمراكز حتى نحاول نحل مشكلة العنف. كمان إيجاد مساحة آمنة للأطفال من حديقة، مكتبة، ألعاب، متنفس، إنه يفرغ الشحنات اللي عنده والطاقات اللي عنده، نمي مواهبه. مثلا الأم فيها مثلا تأمن دفات الرسم حتى هذا الطفل يقدر. أحيانا مثلا الطفل بيعبر عن الشيء اللي بيحسوه من خلال الكتابة أو من خلال فيديو تحفيزي. مثلا بنعرض فيديو تحفيزي، نحكي للطفل مثلا شو بيعني لك هذا المقطع. الطفل ما بيستوعب شيء، رح يحكي اللي هو عم يحس فيه، فبالتالي رح تعرف الأم إنه هذا الطفل من شو عم يشكي. تماما. كمان حدائق، مدينة ألعاب، ولنفرض الاستماع للأطفال. دائما لازم يكون في مساحة تسمع الأم أو الأب يسمع لطفله. نحاول مثلا ما بنسكته إذا هو بيحكي. مثلا في أطفال بيحكوا كتير، ما بنسكته، ما بنخليه يسكت. لا أنت اسكت، أنت لا تتحرك. يعني بنعطيه مجال ليفرغ طاقته لحتى نتعرف إنه شو وضعه. مثلا نكون مع أطفالنا. إذا مشاهدينا، كما لاحظتم بأن العنف المنزلي بأي شكل كان له تأثير سلبي على شخصية الطفل على المدى القريب والبعيد، لذلك ينصح بتجنب أي نوع كان من المشاكل أمام الأطفال حرصا على سلامتهم النفسية والعقلية. في نهاية حلقة اليوم من برنامج المجتمع جيفاك، لا يسعنا إلا أن نشكر ضيفتنا الأستاذة جيهان رشيد، مديرة منظمة ندم والمختصة في التأهيل التربوي. شكرا لوجودك أستاذة جيهان. ونشكركم أيضا متابعينا على حسن المتابعة. لقاؤنا معكم يتجدد في الأسبوع القادم بحلقة جديدة من برنامج المجتمع جيفاك، موضوع جديد وضيف جديد. إلى اللقاء.